ليه الكلام عن ربنا مبقاش يفرق معاهم؟ ليه لما أقول لابني أو بنتي ربنا مش راضي عنك أو الحاجة دي حرام ما ترضيش ربنا ما بيحسوش بحاجة؟ كنت فاكرة إن الكلام عن ربنا كفيل يخليهم يراجعوا نفسهم وتصرفاتهم ويعملوا حسابه في تصرفاتهم وحياتهم، بس الحقيقة الكلام لوحده ما بقاش بيأثر، خصوصا مع ابني المراهق. حد يقول لي أعمل إيه؟ عارفة إنك أنت السبب في كده؟ ما تستغربيش. عارفة ليه؟ لما استخدمتي اسم ربنا استخدمتيه كأداة تهديد مش كعلاقة حب. كل ما يغلط تقولي له ربنا مش راضي، كل ما يعند أقول ربنا هيحاسبك، لحد ما بقى ربنا في عينيه حد بيعاقب ويخوف مش حد بيحب. عارفة إن دي مشكلة ناس كتير، أغلبنا وقع في نفس الفخ، نقول ربنا هيزعل مننا وهيغضب علينا، بس من غير ما نطمنهم إن ربنا بيحبنا. إحنا بنربي في زمن مختلف،